فوز بكاس مصر مع الزمالك وقبل كده فوز بكاس مصر مع نادي انبي، تقول النهارده بعد الفوز بكاس نادي الكاس ده مين؟ يمكن والله الحمد لله ربنا كرمنا وكنا الحمد لله كنا مجتهدين في ماتشات الكاس كلها، وكنا محتاجين ان احنا ناخد بطوله ومركزين معظم الفرق، والجهاز الفني صراحه عمل كل اللي عليه في الفتره اللي فاتت كلها، من ناحيه التدريب ومن ناحيه التمرين ومن ناحيه الكلام في الكوره ومن ناحيه المحاضرات وكل حاجه، يعني كانت كل ظروف مهيئه. قصدك الجهاز الفني كابتن ايمن طاهر وكتلميذ وعشان كابتن ميدو الجهاز الفني كله بالكامل. الكابتن ايمن طاهر طبعا ما ينفعش اتكلم عليه لان طبعا قال كلام، يعني لو فضلت هقول اي كلام مش هيكفيه، لان الكابتن ايمن طاهر ليه مواقع قديمه زمان معايا وليه حاجات كتير معاه زمان، وبس اتمنى ان هو يخف التاريخ معايا شويه عشان ممكن. طب نادي الكاس مين بقى؟ اهدى كذا. يمكن كان في مكالمه هاتفيه ما بيني وما بين امي قبل ما اخش المباراه، وقالت لي ان احنا مش هنتنازل على كاس زي ماتش الزمالك زي ما انت قلت لي في ماتش النادي. فالحمد لله ربنا مين تاني خدنا الكاس، وطبعا نهدى الكاس الكبير ده لكابتن عبد الواحد، واتمنى له ان شاء الله حياه طيبه وان هو ان شاء الله ربنا يوفقه فيها، وللكابتن ايمن طاهر عشان ما يزعلش مني.